وغادي نستمد الاخوان الهمه ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، والشجاعه ديالنا من الاجداد والاباء ديالنا اللي هما ساهموا من خلال النشيد ديال المنظمه العتيده. كلكم استمعتوا بانه حنا من حررنا الوطن، وبالتالي لا يمكن ان نعجز على تحرير قطاع سير الاجره. فانتم احفاد اولئك الشرفاء المقاومين الذين هزموا الاستعمار بكل ما له من عتاد وقوه، لا لشيء الا بتحمسهم وبامانتهم بقضيتهم العادله وهي استقلال الوطن. فالمغاربه لا يمكن ان يقبلوا ان يعيشوا الا احرارا كما ولدتهم امهاتهم احرار. وبالتالي فمهن قطاع سير الاجره يعج بالرجال ويعج بالنساء المقاومات على قوتهم اليومي وكذلك على مطالبهم المشروعه. فمن هذا المنبر، منبر العتيده التي هي اصبحت ملاذ المستضعفين وملاذ من نهبت حقوقهم، كلنا يعلم متتبع لوسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الجرائد انكم كتشوفوا بان التنسيق اللي كنا امنا به فيما مضى وكنا اول من انسحب منه، فاليوم كيتبين لنا بان القرار ديال النقابه الوطنيه بالانسحاب من التنسيق كان قرارا صائبا. وبالتالي توالت الانسحابات لباقي النقابات، وان شاء الله سينسف هذا التنسيق، لا لشيء اننا نريد ان ننسفه لانه ينافسنا في الميدان، كلا. حنا كون كانوا هاد الناس هادو حنا غادي نصفقوا لهم بيدينا بجوج وغادي نساندوهم، ولكن للاسف ان هاد الناس هادو خدام وزاره الداخليه، هاد الناس هادو هما اللي حاضرين الفيرما ديال وزاره الداخليه، هاد الناس هادو هما اللي ضد اي حراك ديال قطاع سير الاجره. لو كنا استمرنا على نفس النهج في الاحتجاجيه قبل رمضان المنصرم بيومين امام وزاره الداخليه، كان غادي نكونوا حققنا بعض مطالب الاخوان، او على الاقل تمت مراجعه الدوريه تفعيل الدوريه 444 وكذلك مراجعه الدوريه 750 اللي جات باش تشرد البقيه من هذا القطاع هذا وتسليمه على طبق من ذهب لاصحاب الشركات الكبرى. اذا الاخوان كنا معنيون وكلنا مسؤولون امام الله وامام من نمثلهم بخطوره الامر، والقطاع قطاع سير الاجره فهو يذهب الى الهاويه انطلاقا من تقريبا منذ 6 سنوات، وهو يهوى بالتدريج. ومن هذا المنطلق هذا لازم نكونوا حاسمين، ما عندناش ما نخسروا اكثر من اللي خسرناه. غير في القاعه راكم شفتوا الاخوان شحال واحد صادر ضد حكم، وكونوا على يقين بان هذه العمليه ديال ولايه الدار البيضاء وتوقيف هذا الاخ هذا وسحب المدنيه او سحب سير الاجره من السير من الاستغلال، كونوا على يقين سوف تطبق تدريجيا على باقي المدن، وسوف تشرع مدينه الدار البيضاء هي من تشرعن، سواء ان تاخذ حقك او ان يسلب منك حقك. ولهذا كان ضروري ان تكون هذه المحطه النضاليه ديال المجلس الوطني بمقر المركزي للعتيده بمدينه الدار البيضاء حتى نسمع صوتنا العالي بدون خوف الى من هم يترامون على الحقوق وعلى قوتنا اليومي بولايه الدار البيضاء. وهذا الكلام موجه لهم طبعا، وكذلك موجه الى من هم بوزاره الداخليه من يديرون الشان ديال قطاع سير الاجره والمهنيين على حد السواء. فكونوا على اوفه استعداد من اجل خوض معركه حاسمه للدفاع عن الحقوق ولاسترجاع الكرامه. والسلام عليكم.